عمرك فكرت ليه رغم ان عندك حساب في البنك وبتقبض مرتبك كل شهر برضه بتحس ان الفلوس مش مكفية؟ ليه اخر الشهر بيبقى اصعب ايام وتستنى المرتب الجاي كأنك بتستنى طوق النجاة؟ ولو الاسعار كل يوم بتغلى والتضخم بياكل المرتب تفتكر الحل ايه؟ طيب السؤال الاكبر، هل ممكن شخص عادي يبدأ من الصفر ومن غير ورث ولا واسطة ويبني ثروة حقيقية ويعيش بأمان مالي؟ المفاجأة ان ده مش حلم. اللي هقولهولك النهاردة مش مجرد كلام نظري، دي خطوات عملية ناس كتير قبلك جربوها وفعلا وصلوا بيها لحرية مالية وثروة حقيقية. قبل ما نبدأ خطوة بخطوة في طريق بناء الثروة، في نقطة خطيرة لازم نقف عندها. انت بتسمع نصايح مالية من مين؟ ممكن تلاقي ناس حالتهم المادية صعبة جدا وبرغم كده بيقولولك اعمل كذا وكذا. النصايح دي مش شرط تكون غلط، لكن الحقيقة ان النجاح ساعات محتاج تمشي عكس التيار. ليه؟ لأن الأفكار التقليدية اللي كل الناس ماشية وراها بتوصلهم لنفس النتيجة: شغل كتير وفرص قليلة وأجر ضعيف. لكن اللي بيفكر بشكل مختلف هو اللي بياخد الفرصة الكبيرة وبيبني ثروته بشكل أسرع. فأول خطوة لبناء ثروتك لازم تاخد قرار ذكي جدا. اوعى تختار كارير أو بيزنس مربوط بعدد الساعات اللي بتشتغلها. ليه؟ لأنك لو شغال في وظيفة ثابتة مرتبك مربوط بعدد ساعاتك، يعني مهما تعبت مش هتعدي سقف معين، وكمان مش هيواكب ارتفاع الأسعار. لكن لو دخلت مجال بيعتمد على النتائج مش الساعات زي السيلز مثلا، ممكن مرتبك يتضاعف مع كل صفقة. وحتى لو مش حابب السيلز عندك بدائل: برمجة، تسويق، دعاية. أي مجال تطور فيه نفسك من 6 شهور لسنة هتلاقي شركات بتتخانق عليك وبتعرض عليك أكبر المرتبات. تالت نقطة، ودي من أهم وأقوى الحاجات اللي نتيجتها مضمونة: الاستثمار. وكل ما تبدأ بدري كل ما النتائج تبقى أقوى وأسرع. لكن هنا هيجي السؤال اللي بيشغل دماغك: طب أنا ما عنديش رأس مال، أستثمر إزاي؟ عشان كده أنا محضرة لك حلقة كاملة بعنوان الاستثمار من الصفر، وهتلاقيها مستنياك في صندوق الوصف تحت الفيديو. رابع خطوة، ودي يمكن بديهية لكن ناس قليلة بتطبقها: تعدد مصادر الدخل. الموضوع مش سهل بس تأثيره على دخلك ضخم جدا. المشكلة إن معظم الناس شغلهم الأساسي بياخد كل وقتهم ومجهودهم، وبالكاد بيلحقوا يناموا. عشان كده الحل العملي بيكون في الفريلانسنج أو التجارة الإلكترونية، لأنهم مجالات تقدر تبدأها جنب شغلك الأساسي وتبني منها دخل إضافي مع الوقت. خامس وآخر نقطة، ودي بصراحة أسهلهم كلهم لكنها محتاجة يكون معاك شوية فلوس: الشهادات البنكية. الفكرة ببساطة إنك تودع مبلغ معين في البنك، وبعد سنة أو 3 سنين حسب نوع الشهادة بتسحب فلوسك ومعاها فايدة كبيرة. يعني كده تكون استثمرت فلوسك بأمان ومن غير أي مجهود إضافي.